السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ سهلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مخلل الجزر مع الكرنبيت. الجزر متوفر دلوقتي في السوق ورخيص، والكرنبيت برضو. يلا بينا نقول بسم الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. هنبدأ هنا بسم الله. أنا جبت الجزر قشرته، هو حوالي كيلو كده أو كيلو ونص. قشرته كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هبدأ بقى اقطعه. طبعا التقطيعة دي ترجع لك انتي زي ما انتي عايزة بقى تقطعي التقطيعة اللي انتي عايزاها. انا هقطعه كده دوائر زي ما انتوا شايفين، دوائر عريضة شوية. وبعد كده هجيب القطاعة دي اللي انتوا شايفينها وهقطع بيها بقى كده. هي بتديكوا شكل حلو قوي كده في الجزر، زي الجاهز بالظبط، بتلاقوه مخطط كده، شكل المخلل الجاهز بالظبط. هبدأ بقى اعمل الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. انا كده خلصت الكمية بتاعتي كلها. هبدأ بقى اركن دي على جنب، وهبدأ اقطع في الكرنبيتا. هقطعها كده زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، هو التقطيع برضو يرجع لكم انتوا زي ما انتوا عايزين. انا هحاول اقطعها كده قطع صغيرة. هخلي كل زهرة كده لوحدها من الزهرات الصغيرة بتاعت الكرنبيتا، وهحاول افككها كده من بعض لغاية بقى ما اخلص كل الكمية، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، انا ما كنتش جايباها مخصوص يعني الكرنبيتة دي للتخليل. انا كنت جايبة واحدة فقليت منها جزء وسبت الجزء، قلت بدل ما يفضل كده يعني هعمله مخلل. والجزر كمان كنت جايبة عملت منه مربى، والباقي برضو هنعمله مع بعض زي ما انتم شايفين كده. مخلل الجزر، الجزر والكرنبيت بياخدوا الاتنين مع بعض نفس السوا، فعشان كده هنعملهم مع بعض. كده انا خلصت الكمية كلها اهي. هبدأ بقى احط الكرنبيت على الجزر. لو لقيتي واحدة كبيرة كده فكيهم من بعض يعني، عشان كله يبقى مقاس واحد، ميبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. خلاص كده انا عندي ملح خشن هنا زي ما انتم شايفينه كده. هضيف حوالي 3 معالق ملح خشن على الكمية دي اللي انتوا شايفينها اهو. بسم الله، 1 كده، 2، 3. هقلبها بقى كده كويس. بعد كده هتاخدي المخلل بتاعك تحطيه في مصفى، وتحطي تحتيه حاجة عشان المية اللي تنزل منه تنزل في الحاجة دي، ما يفضلش هو في المية عشان ما يملحش قوي يعني. بس الكمية دي انا عملتها، الملح بتاعها طالع مظبوط، لان لسه هتضيفي له مية بملح بعد كده، احنا مش عايزينه يملح قوي. هتركنيه بقى كده، تسيبيه لمدة ليلة كاملة في المطبخ وغطيه عشان مفيش حاجة تقع عليه، وتاني يوم بقى ان شاء الله تبدأي بقى تملحيه. هتركنيه بقى كده زي ما قلتلك، وهنشوف بقى بعد كده هنعمل ايه. خلاص كده هنا بعد ما بيته ليلة كاملة في الملح، بصوا حتى تحسوا ان هو دبل شوية. هقلبه بقى كده وهركنه بقى على جنب، وهنشوف هنعمل المية ازاي. هنبدأ بقى، انا معايا 3 كوبايات مية
على قد الكمية اللي معايا، وهحط عليهم 3 معالق ملح. كل كوباية مية بتاخد معلقة ملح. تمام كده 3. هقلبهم بقى كده، هدوب الملح كويس، وبعدين هضيف حوالي ربع كوباية خل، وهقلبهم. بعد كده هاخد معلقة من الشطة، اللي هي هرسة الشطة دي، انا عملتها معاكم قبل كده في القناة، هبقى اسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. وهاخد منها معلقة كده كبيرة، وهدوبها كويس كده في المية. هي تعتبر كمان مادة حافظة معانا. هنبدأ بقى ناخد قرنين فلفل اخضر، هقطعه كده دواير، بيدي طعم حلو قوي برضو مع تخليل الجزر والكرنبيط. هنا بقى هحضر البرطمان بتاعي، طبعا مغسول كويس ومتجفف ومتعقم. الاول هرص كده بالتبادل فلفل، وبعدين المخلل، وبعدين فلفل، اهو كده زي ما انت شايفة. احط كمية من الجزر والقرنبيط، وبعدين هحط شوية فلفل. هفضل كده بقى بالتبادل لغاية ما اخلص الكمية كلها. وانتي بتحطي المخلل حاولي تضغطي كده عليها عشان ميبقاش فيه هوا. وهنحط بقى الكمية كلها بتاعتنا، وبعد كده هنضيف المية. وخلاص كده البرطمان بتاعنا اتملى زي ما انتم شايفين. شكله كمان يعني شكله يفتح النفس، وحلو قوي الالوان مع بعضيها. انا مرضيتش احط بنجر هنا عشان البنجر طبعا هيعمل لون، فلون الجزر مش هيبان ولون الفلفل مش هيبان، فكله هيبقى يعني بيدي لون غامق كده، فمش هيبقى حلو. فكده كل حاجة بلونها كده بطبيعتها، وكده هتبقى احلى واجمل. وكمان الكرنبيط لونه جميل، يعني مش اللون الابيض بتاعه الجميل ده هيشرب برضو من الفلفل الاحمر اللي احنا حطيناه ده، الشط هياخد لون وردي جميل كده، وكل حاجة هتبقى بطبيعتها. وهنا الشوية اللي اتبقوا دول انا هعملهم بقى في برطمان تاني، وهتشوفوه معايا دلوقتي. ودي المية اللي اتبقت هعمل بيها بقى شوية اللي فاضلين دول، هزودها مثلا كوباية مية وعليها معلقة ملح. وعملت لي البرطمان الصغير ده اللي انتوا شايفينه، يعني الكمية اللي انتوا شفتوها دي عملت لي البرطمانين دول. وبصوا شكله، يعني شكله يتحدث عن نفسه، شكله جميل قوي. الالوان كلها داخله في بعضيها كده، عطشه شكل حلو. لون الجزر البرتقاني، والكرنبيط الابيض، واللون الفلفل الاخضر، شكله بجد حلو قوي ويفتح النفس. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تعجبكم. لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. كنت معاكم ام مروان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.